السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي أوقاتكم أخواتي جميعا. كيف كل اليوم؟ رجعت لكم بتفريزات رمضان وتجهيزات رمضان. مثل ما شايفين معكم لليوم بداية الفيديو كنت زينت اليوم، صراحة كان اليوم عنا التعزيل والتنظيف، يوم حافل بامتياز. هلا أول شي مش رح نحكي عن الزينة اليوم، رح نحكي شو رح أعمل اليوم معكم. رح تعمل وعد معكم اليوم، رح أعمل معاكم الشيش برك. صراحةً باحب أعمل سمبوسك طازة فريش، أعمله بنفس اليوم، بس شيش برك بياكل معكم وقت، فحبيت أشتغل فيه وأفرّزه. هلّأ أنتم شايفين معكم عندي حبّتين من البصل فرمتهم ناعم ورشّيت عليهم رشّة صغيرة من الملح وتركته بالمصفاية لمدة 10 دقايق لحتى تروح كل منّه هالمي والسوائل. بعد ما نشلتهم حطيتهم على الجاط وحطيتهم على الغاز بطنجرة، حطيت شوي صغيرة من الزيت وقلّبتهم مع بعضن. بعد المنّا ضفت عليهم اللحمة وضليت عم باقلّب اللحمة مع البصلات، وحطيت رشّة صغيرة من الملح، ما تحطّوا كتير، أنا حاطّة مع البصل، حطيت رشّة صغيرة من الملح وقلّبتن هيك وحطيت رشّة وحدة من البهار. البهار بيعطي نكهة طيبة كتير للحمة. قلّبتن هيك مع بعضهم وتركتن على نار هادية. بعد من هون عندي شايفين معكم عندي كيلو من الطحين، عندي كباية من المي، مي دافية لأنها سخنة ولأنها باردة، وعندي رشة من الملح، وعندي زيت. بالنسبة للزيت رح حط مقدار معلقتين فقط من الزيت مش أكتر، لأن هيدا ما بده زيت، بس بحط معلقتين هيك للعجينة معنا تكون طرية وسهلة التشكيل والشغل معنا. لك شايفين معكم أنا هون يعني مقدار معلقتين فقط. بقلبهم مع الملح وهالنتفة الزيت اللي حطيتهم مع بعضهم بحركهم هيك شايفين معكم. برجع المي شايفين معكم مجهزتها، طلعت لكم المي بتكون فاترة. الشيشبرك ما بده خميرة أبدا أبدا ولا بيكنج باودر، فقط نعجنه بالمي الدافية. هون عملت مثل جورة بالنص عم ضيف المي. أنا هون عندي كباية وحدة من المي. بالنسبة لإلكن انتو المي تضيفوها تدريجيا حسب استوعاب الطحين، يمكن أيام الطحين يحتاج أكتر ويمكن أقل. هون في ناس حخبركن شغلي أنا عم بعجن، في ناس بتحب تحط الحشوة نية. أنا صراحةً ما باحب أنيّ أبدًا، أبدًا، باحب أحمص اللحمة وآكلها محموصة، فهيدا ذوق شخصي. أنتم شو بتحبوا؟ هون عم فرجيكم كيف الدعكة، شايفين المنظر يعني من دون ما لسه ما ترتاح العجينة، شايفين معكم ما شاء الله تبارك الرحمن، العجينة أكثر من رائعة. عملوها صبية على طريقتي متل ما قلت لكم المي تدريجيًا. إيه كنت عم خبركم إنه في ناس بتحب تحط الحشوة نية، أنا باحب حطها مقلية صراحةً، إنه أحمص اللحمة والبصلة، فهيدا أنتم متل ما بتحبوا. بس سبحان الله طعمة المقلية أطيب صبايا، عن جد أطيب بكتير كتير. اللي كان عم يعملها بهيدي الطريقة يعملها على طريقتي. هلأ تركتها ترتاح ممكن شغلة 10 دقايق لمّا كانت اللحمة عندي كمان صارت جاهزة. حطيت الطاولة وحطيت شايفين معكم عجينتي، شايفين معكم العجينة لحالها رائعة جدًا، يعني اسم الله ما شاء الله يعني ليك ما عم تعذبني أبدًا بالفرد. رش رشة طحين على سطح الطاولة وبالشوبك مثل ما باعملها هيدي. أكيد بتكون معنا رقيقة، ما بتكون معها سماكة أبدًا، أبدًا. وهون بأي قطّاعة عندكن ياها صغيرة اشتغلوا عليها. أكيد كلياتنا بنحب حبة الشِّشبَرك تكون صغيرة، بتعطيها جمالية ومنظرها أجمل بكتير. هون صراحة رح أخبركن عن جارتي كانت تعمل الشِّشبَرك، كل ما تيجي لعندي تقول لي: "يا عمي كيف الشِّشبَرك هالقد عندِك مرق تعمليه ناعم." باقول لها: "أطيب، أطيب هيك حتى المنظر غير." بتقول لي: "يا عمي لأ الطعم هي ذاتها، شو في أطيب يعني بس إنه تاعيتك أصغر." كانت تعمل حبة الشِّشبَرك صبايا إنه اللهم صل على سيدنا محمد، حطّها تقطّعي الحبتين حطّهم بالصحن يشبعوها. تقول لي: "ما ليش ديدي." أبدًا، أبدًا. سبحان الله، بس هو ممكن يكون الطعم ذاته ما بعرف، بس الشكل بيكون أحلى عن جد. كل ما كانت الحبة ناعمة كل ما بتعطيكم جمالية بالصحن أكتر وأكتر. هون شايفين معكم بهيدي القطّاعة. بتعرفوا هي القطّاعة شو صراحةً؟ عندي هيدي علبة الدواء البنادول، أكيد موجودة بكل ست بيت البنادول للولاد. أنا باغسلها وباجليها بنضفها، أكيد كل فترة عم نجيب، أيام تكون عندكم قديمة فيكم تاخدوا الجديد وتضبوها تحطوه على جنب. أول ما فردت العجينة هيك قطعتهم بالقطّاعة هي شايفين معكم. كتير طريقة سهلة وسلسة وما بتحسّوا فيها. هون أنا شو باعمل شايفين معكم بهيدي الطريقة باعملن متل السمبوسكي، كأني سمبوسكي صغيرة. صرت أعملن هيك وأحطّن على جنب. آخر شي جبت الصينية وحطيتن فيها تك، 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 تك
صرت اشتغل وانتم شايفين معكم. هيك بهيدي الطريقة اعملهم. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. عن جد الشِّشبَرك هيك أجواءه شتوية بتحسّوه عن جد هيك أجواء رمضان أنتم عم تفرزوا المفرّزات. أنا صراحةً كل سنة كنت فرز الكبّة، فرز قصص كتير بالبرّاد، بس بعد ما غيّرت برّادي وجبت برّاد صغير، الصراحة ما عم باحسن فرز أبدًا شي. كنت بالعادة الورق، الكبّة المقلية، الكبّة المشوية، شو بدي أخبّركن الشِّشبَرك كمان، قصص كتيرة حتّى. بس هالسنة الله وكيلكم ما حسنت فرز شي، بس الشِّشبَرك إنه حسّيته حياخُد معي وقت كتير برمضان، وبتعرفوا وقت العبادة لازم نعطيه حقنا بالصلاة وقراءة القرآن، فقلت حياكل معي. وبنفس الوقت أنا من النوع يلّي كتير بتعب، يعني بالصيام إنه عندي نقص فيتامين فبتعب كتير، يعني حتى مالي إنه حيل أحكي مع حدا إلا برمضان، لا تحكوني ولا باحكيكن. بخصّم العالم كلّها برمضان، احكوني بعد صلاة العشاء. باكون هون عن جد شربت قهوة وصحصحت لكم، اضحكوا سوايا شوي، مين هيك مثلي كمان بيصير معه هيك برمضان ما له حيل يحكي مع حدا. الله وكيلكم دوبني وقوم أعمل الأكل. الحمد رب العالمين على كل شي. حلو هيك أجواء رمضانية، حلو إنه واحد عن جد يحس هو وعيلته. يعني أنا هلأ ساعات قمت عم باعمل شِّشبَرك والولاد حواليّ بيقولوا ماما شو عم تعملي؟ قُلت لهم شِّشبَرك لرمضان. ذكّرتوني بنكتة رمضان، يوم تشتري زوجها الأكل وهالأكل ويجيب لها الأكل وهالأغراض، قُلت له لمين إلا لرمضان. وأنا هيك بولادي شو ما بجيب ماما لمين؟ لماما لرمضان. بس يا خوفي أنا آخر شي ولادي شو يعملوا في يعطوني لرمضان. تطلع بالمولد والحمص. عن جد سبحان الله. أجواء رمضان حلوة بسم الله ما شاء الله، حتى يمكن الفيديو الجاي أو اللي بعده ما بعرف حينزل، حتى أحاول أصور لكم أجواء الليل عنا، أجواء الزينة، الشوارع، البرندات، العالم كلها مزينة. عن جد بتنبسطوا بهالأجواء الحمد رب العالمين. يعني عن جد أجواء رمضان بتحسوها جو الفرح، وحياة الله كتير أجواءه حلوة. وهلا بنرجع فيديو لإلنا هون الشِّشبَرك كاشفين معكم بسم الله ما شاء الله. هذا طلع الكمية طلعت من الكيلو لطحين، أنا هون خلصت الكمية كلّياتها. أنا صراحة ما بافرزه هو ني هيك لا أبدًا، في عندكم طريقتين تعملون، أنا صراحة أيام هيك وأيام هيك حسب ما يخطر ببالي. فيكن تحطّوهم بالصينية بالفرن تشوون نُص شوية وتفرزون تعبّون بأكياس حطّوهم بالفريزر، وفيكم متلي تقلوهم مش على الآخر قلية كاملين كمان إنه شوي صغيرة ياخدوا بس اللون بس الدهبي اللي شوي صغير يعطي، وبنفس الوقت شيك ناعم تحطّوهم بأكياس وتحطّوا بتفرزوهم. أنا قليتهم صراحةً، بس من اللي عشاق الدايت وما بيحبوا الزيوت عليهم بالشوي، حطّوهم بالصينية وحطّوه يشوون. هيك معاكم الحبّة ما بيصيرلها شي صراحة. أنا مرّة فرّزته يعني حجّرته حطيته بالفريزر بكيس، جيت عم نزله قام علّقوا ببعضن صبايا كتير كتير، من يومتها ما عاد عدت عملتها أبدًا، أبدًا. وصراحةً ماما من زمان متعودتنا إنه هي تعملن تقليُن وتحطّن أو تشويُن كمان. تقول لي بنتي أول شي العجين ما بيعمل نفخة ولا بيأذي، لإن بتعرفوا حيكون عجين هو. قالت لي: "ماما حيأذي ويصير معكم نفخ وعجين تقيل بصير." فهيك نحن بنكسر هيدي القاعدة يا بالشوي يا بالقلي. فهي طريقة الماما من زمان صراحةً وأنا اتبعتها وضليت عليها. هون كمان شايفين معكم بعد ما قليتها كيف طلعت الكمية تبعت في حدّها كمان صينية، يعني الكمية طلعت بركة ما شاء الله. قسّمن على أكياس كل ما بدي كمان بنزّل طبخة وبنزّل حتى على الطبخة يعني، أنتم متل ما بدكن حسب عيلتكن بتحطّوا الكمية. وأنا عبّيتهم كلّن شايفين على الأكياس، بارجع بشيلهم بحطّهم بقى بالفريزر وبيكون معنا للشِّشبَركات لليوم ما طبختنا والله تفريزاتنا من الشِّشبَرك. والله اليومتا ما بعرف شو إنه عملت لهم الأكل كتير سهل وعملت لهم كم بطاطا مفركة يومتها أنا كنت كتير مضغوطة. ويلي بدي ألحق أعمل الشِّشبَرك، ويلي كنت عم باعزّل البيت وبنضّف. مش عارفة بتحسّوا هيك النهار بيقطع بسرعة ونهار شتوي. علمكم أدّن المغرب صار. هدول هن الشِّشبَركات ما صاروا الحمد رب العالمين. هلّأ هيك بنخلّصن حطيتهم بالفريزر وبلشت نزّلت الزينة صراحةً، لحتى نبلش أنا وولادي بعد ما خلّصت كل حوستي هون وشغلي، نزّلت الزينة صراحةً الزينة كلّها بعبيها بكرتون بطلع على التدخين أو على الغزانة بحطها وبنزلها. هاي زينتي أكيد تعودتوا عليها كل سنة، هي صار لي سنتين مش شريتها صراحةً، بس إنه هي بتضلها جديدة وما بها شي أبدًا، أبدًا.
فحرام إنه كل سنة نشتري وعنا زينة رمضان نشتريها. فهيدي هي، فأنا شايفة معكم كله بغلفه بهيدا ورق الشفاف لحافظ عليه أكتر وأكتر، لا بينقحط ولا بينخدش لا بيصير له أي شي. وانتوا عملوا مثل أكيد ما كل سنة بدنا نجيب زينة جديدة، لا طالما عنا الزينة بعدها جديدة ونضيفة. وأنا شايفة حتى الكراتين تبعونهم ما بكبن أبدا أبدا، حتى بكراتينهم بحافظوا عليهم كمان. هون ولادي حدي قال بدي يساعدوني، واحد الله وكيل كنت عربشتي على السيبة، وواحد عم يشتغل معي تحت على الطاولة. كل واحد معلش حلو هيك إنه ولادكم تكون حدكم ينبسطوا بهذا الشعور. مع اني انا ما قلت لكم يعني انه عذبوني شوي، بس انه يلا قطعت. بلش انا وياهم ايد بايد هيك يحسوا بشعور رمضان، حسوا بالزينه. الحمد لله رب العالمين، كتر خير ربنا. اجواء كتير حلوه، الله يعيدوا علينا وعليكم يا رب. رمضان كريم، ما في احلى من رمضان واجواء رمضان. شايفين هدول الكراسي، وهذا بقول له انا شو اسمه طربوش غوار ولا المدفع. عن جد حتى هدول اجواء رمضانيه كتير حلوه. هيك كانت زينتي، ان شاء الله عن جد تعجبكم الزينه اللي زينتها. وهذا هو كان نهاري بين التعزيل، شطف البيت وبين الزينة وبين عمل الششبرك. الحمد لله رب العالمين. عن جد الله يعيدوا علينا رمضان بالصحة والعافية يا رب، ويعيدوا على الأمة الإسلامية يا رب. شايفين معكم عن جد أجواء كتير حلوة. أنا بس هيك زين بنبسط كتير كتير. حتى إذا كنت عم بعزل، مين مثلي صبايا هيك بحب بس يخلص شغل بيته يعمل فنجان القهوة يقعد ويشوف هيك النظافة. لأن إذا عنا أولاد الله وكيلكم بعد ساعة بتلاقي البيت أي ما قاعد. أجواء حلوة كتير كتير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هون التمر عبيته كمان، قمر الدين أكيد هدول من أجواء رمضانية، والفانوس ما ننساهم يعني. اللهم بلغنا رمضان ولا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا عمن سواك يا الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، والحمد لله رب العالمين. وبحبكن كتير صبايا، وودعكن هلأ وبشوفكن في فيديو جديد ويوميات جديدة إن شاء الله تعالى. وهذا الفيديو كان لليوم، بتمنى يعجبكن. وإذا عجبكم الفيديو لليوم ما تنسوني من اللايك واشتراك بقناتي وتفعيل الجرس ليوصلكم كل شي جديد. بتمنى كمان شغلة منكم صبايا، مشاركة الفيديو مع الأصحاب مع الأصدقاء لنوصل لأكبر عدد من الناس. بحبكن كتير بأمان الله صبايا، ومرة تاني رمضان كريم، الله يعيده عليكم وعلينا يا رب بالصحة والعافية. بودعكم صبايا، باي باي.